ذلك لا معلش ارجع هو طبعا انا عارف ان الكلام هيكمل بعضه تمام سيادتك، لكن انا بس حبيت اشاور على نقطه مهمه هنا، ان الكلام اللي بيقوله او اللي بيتقال دلوقتي بيتقال ايه؟ طب لما انتوا عندكم هنا 150 200 300 400 حتى مليون فدان، ليه كلهم ما بتزرعهمش قمح؟ وده سؤال مهم ان ممكن الناس تساله دلوقتي يا بهاء، ولازم نرد عليه دلوقتي. نقول ايه؟ انت على سبيل المثال بيقول ايه؟ احنا بالتنسيق مع وزاره الزراعه في زراعه لانتاج التقاوي. الارض ارض جديده، ارض بعيده عن الامراض والكلام دوت، وبالتالي هي بيئه صالحه، وبعدين هي ارض على بعضها. يعني بيجي يخش يعمل حاجه ينتجها في 10000 فدان، يقدر يطلع في ال 10000 فدان دول البرنامج اللي هو عايزه لو محتاج 20 نفس الكلام 30 لغايه 60000 فدان زي ما بيقول. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا واحنا بننتج ده حريصين على ان احنا ننتج منتجات اخرى، هيبان دلوقتي عشان بس ما حدش يبقى متصور ان الموضوع هو قمح فقط. لا، هو قمح وذره ومنتجات غذائيه اخرى، لان المكان ده زي ما اتقال كده في من المقدم بهاء. انت خدت الدكتوراه ولا لسه؟ لا لسه سيادتك فندم، ان شاء الله السنه دي باذن الله يا فندم. ربنا يوفقك. الفكره اللي انا عايز اقولها هنا في الموضوع دوت، ان المكان اللي احنا بنتكلم فيه هو قريب جدا من اسواق القاهره والجيزه والاسكندريه. زي ما انتم شايفين المكان ده مكان زي ما اتقال مكان يعني اكتر من رائع وعظيم، وبالتالي ما نقدرش نقول. وبرده من مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس من خلال مناقشاتكم عرفتوا انا ما اقدرش ازرع القمح كل سنه في نفس الارض، ولا هي بقى؟ طبعا سيادتك يا فندم لازم دوره زراعيه. السيد وزير الزراعه يردني، مش كده يا فندم؟ يعني انت محتاج دايما انك انت ما تقدرش تقول نفس الارض تتزرع كل سنه قمح قمح قمح، لا بتعمل هنا قمح وبعدين ولا ايه يا فندم؟ لا، هو سيادتك فعلا زي ما سيادتك بتقول ان مساله الدوره الزراعيه وتغيير الزراعه من موسم لاخر بيحافظ على خصوبه التربه ويحافظ على جوده المشروع. وبالتالي احنا حضرتك في اطار زي ما سيادتك قلت كده، احنا لما بنعمل مشروعات كبيره زي حضرتك ما بتقول كده بتاخد وقت كتير من الدراسات والتخطيط، وعلى حسب نوع التربه، التراكيب المحصوليه، وعلى حسب العائد الاقتصادي. لابد ان احنا ناخد في الاعتبار ان المساله احنا كدوله متجهين نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجيه، لكن على الجانب الاخر الامن الغذائي بصفه عامه يعني مهم جدا في مساله الخضر والفاكهه والمحاصيل الزيتيه والذره وخلافه. يعني هي تركيبه محصوليه متكامله بتتحط على ضوء، يعني زي ما المقدم بقى قال حالا احنا عندنا مليون فدان، لكن هم بفعل مساله التكثيف المحصولي هيصلوا الى 1.6، لان احنا من نعم ربنا علينا ان احنا بنزرع اكثر من محصول في خلال السنه، وبالتالي المليون فدان يعني وهيبان في العرض بتاعي 1.6 مليون فدان، وبالتالي بتتنوع المحاصيل على حسب احتياجاتنا والدوره الاقتصاديه. ودائما احنا بنحرص على ان احنا نعظم الانتاجيه زي ما عرض السيد مدير مشروع. احنا يمكن في الفتره اللي جايه متجهين وبدعم سيادتك ان احنا نتوسع في مساله التقاوي المعتمده. لابد ان احنا نوسع في مساله التقاوي المعتمده. التقاوي المعتمده من مراكز البحوث بتزيد انتاجيتها. يعني لو بصينا للقمح على سبيل المثال نجد ان الناس اللي زرعت من تقاوي المعتمده الفدان زاد له حوالي 2 أرداب او 3. فسيادتك لو نتخيل انا عندي 3 مليون و600 ألف فدان، لو ضربتهم في 2 أرداب بزياده، معناه ان انا زدت مساحه حوالي يعني مليون أرداب بصفه، او مليون كذا بصفه نتيجه التوسع في المحاصيل. فده التوجه اللي احنا متجهين ليه يعني. طب من فضلك اشرح لهم موضوع سخا والعائق. مش هي سخا برضو ولا انا حاطط سخا ستة؟ اللي هو التقاوي الجديده اللي احنا حضرتك التقاوي الجديده احنا يمكن عندنا جيزه 171 وسخا 95. احنا الحمد لله يمكن متوسط الانتاجيه السنه دي 19 أرداب، يعني ما يعادل 2.9 او 3 طن للفدان. المتوسط العالمي 1.5 طن للفدان. وبالتالي احنا نتيجه البحوث يعني ربنا كرمنا بان احنا بنتوسع في الانتاجيه، مع التوسع الرأسي بتزيد. احنا يمكن كمان في الرز برضو بنحاول، زملائنا بيكتشفوا اصناف جديده وبتتحمل. عندنا اصناف ان شاء الله، وزي ما سيادتك قلت كده الدوره بتاع الارض
بنغيرها من كل سنه. ايضا نوعيه الهجن والاصناف برضو بنحاول نجددها كل سنه حتى ما تبقاش يعني تبقى عندها مقاومه للامراض وتقاوم الصدأ وتقاوم كذا. فدائما بنكتشف البحوث ونطور فيها بصفه مستمره يعني. انا بقول كده عشان الناس كلها المزارعين بيسمعونا دلوقتي، وهم بيسمعونا مهم قوي يعرفوا ان في تقاوي. لو كانت كميات التقاوي بتاعتنا تكفي الطلب، عشان ما اقولش كلام، لو انا عندي تقاوي تكفي طلب الزراعه القمح على سبيل المثال على الرقم ده، لان انا يهمني ان الفلاح برضو يستفيد. صح. انا بدل ما اطلع 2.5 و4 من 10 طن للفدان، كل كميه هتزيد هو عائد ليه قبل ما تكون عائد كمان للايه؟ للدولة، للبلد يعني. فلو كانت انا بقول كده لان فرصه دايما في المؤتمرات ديت، لان حجم التغطيه وحجم المتابعه والمشاهده ليها كبيره، وبالتالي رسائلنا للناس ان احنا نقول لهم خلي بالكم طبعا الفلاح شاطر في مصر يعني، لكن بنقول له احنا هنقدر نوفر لك التقاوي المطلوبه اللي تحقق لك انتاجيه كويسه ليك ولينا. فلو ده متحقق معالي وزير الزراعه من فضلك طمن الناس وقول لهم احنا جاهزين لده، او هنقدر نوفر 50% من الطلب لو كان طبقا للتخطيط اللي انتوا عاملينه. احنا ان شاء الله توسعنا السنه اللي فاتت وغطينا اكتر من 60%. هو اللي انا عايز اقوله برضه في بعض المحاصيل الفلاح بيلجأ منها من التقاوي الذاتي بتاعته، لكن بعض المحاصيل ما بينفعش فيها التقاوي الذاتي زي الذره مثلا، فاحنا بنغطي 100% من تقاوي الذره احنا والشركات التابعه لنا اللي احنا بنشرف عليها. بالنسبه للقمح كانت نسبه تغطيه اقل، لما سيادتك وجهت ان احنا نزود نسبه التغطيه المعتمده للتقاوي فاحنا يمكن لجأنا الى هذا المشروع ومشروعات اخرى. احنا السنه دي متعاقدين على مساحات كبيره ان شاء الله نأمل ان احنا بس بنوجه برضه زي ما سيادتك بتقول الفلاح والمزارع ان التقاوي ان شاء الله هتبقى موجوده، ونسعى وبلاش تستخدم من التقاوي اللي عندك في البيت لان دي بتقلل الانتاجيه. فاحنا ان شاء الله متوسعين السنه دي وهنحاول تدريجيا في خلال سنه حد اقصى ان احنا نغطي احتياجات التقاوي المعتمده بالكامل لنسبه كبيره من المحاصيل، يعني الذره بالكامل، الرز بالكامل، القطن بالكامل، القمح بس. كمان بعض الناس كانت بتلجأ في الماضي انها بتستخدم من القمح اللي عندها، لا احنا بنوجه لهم رساله ان احنا هندعمهم بالتقاوي. ويمكن حتى السنه دي انا وجهت ان نخفض اسعار التقاوي المعتمده عشان اشجع الناس انها تستخدم التقاوي، وبالتالي ده سبب زياده الانتاجيه. ويمكن لو زملائنا متابعينا على السوشيال ميديا والحاجات دي في ناس كتير جدا جابت 25 ارداب بالفدان والناس مبسوطه والنتائج كويسه ان شاء الله. شكرا. شكرا. تمام سيادتك فندم.